السيدة ليلى عبد اللطيف. طبعا هي سيدة غنية عن التعريف. من أين تأتي بهذا الكلام المخيف؟ ومن أين تأتي بهذا الشرح المفصل والتوصيف؟ هل ما تقوله أكاذيب وتخاريف، أم تخويف وأراجيف؟ هل تقرأ في كتاب الجفر، أم تقرأ في كتاب العزيف، أم عندها كتاب خاص بها منزه عن التحريف؟ أعتقد أنها تعليمات تقرأها على وتملى عليها، تقرأها على أصحاب العقل الضعيف. بعد أن يسألها المضيف، يبدو أن لها وظيفة وتكليف من جهة ما، تمدها بمعلومات من الأرشيف، معلومات لمخططات يعدون الناس لها بشكل ظريف، ذلك تمهيدا لعمل غير نظيف وغير شريف. هي تؤدي مهمتها وهم يدفعون التكاليف. فمن هي ليلى عبد اللطيف؟